السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يا جماعه المشكله اللي هنتكلم فيها مشكله شائعه جدا جدا بين الناس، وبتظهر كتير قوي قوي قوي، بالذات ان هم دلوقتي في علاقات العمل. يعني في علاقات العمل دلوقتي ما بيبقاش في حواجز بين الاطراف، فكله بياخد على كله. فالمشكلة دي مهمة جدا يا جماعة، ويا ريت تسمعوها، ويا ريت تقولوا تعليقاتكم، عشان هي طالبة، بعتالي على الصفحة طالبة آرائكم. هي عايزة تعرف آرائكم ايه، عشان هي عاوزة النصيحة بتاعتكم. فيا رب كده تشوروها شورى كويسة ويا رب كده ان شاء الله هي تبقى في الخير يا رب بإذن الله. بس بالله عليكم ما تنسوش بقى باللايك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوف القناة، والتعليق بقى ليها هي، عشان ايه التعليق دوت هو اللي هيفيدها. خليكم معايا بقى عشان نشوف ايه المشكلة ايه. بصوا حبايبي، هي بتقول انا متجوزة وبحب جوزي قوي وجوزي بيحبني، وكنت بعامله كويس جدا وهو كان بيعاملني كويس جدا. طب حلو جميل. المهم انا دلوقتي لقيت احواله بتتغير. انا كنت بعمل له الفطار كل يوم، كنت كل يوم بعمل له فطار، بصيت لقيته بيقول لي لا، ما تشغليش نفسك يا حبيبتي وما تعمليش فطار. فانا قلت يمكن قلبه عليا مش عاوزني ان انا اعمل له فطار، قلت ماشي خلاص مش مشكله. المهم فضلت وراه. انا حاسه ان هو متغير جدا من ناحيتي. وطبعا كل ست انتوا عارفينه، انتوا عارفين يعني ان اي ست بتبقى عارفه ان جوزها متغير معاها او مش متغير معاها. بالذات في حاجات خاصه. انتوا افهموها بقى، بالذات في حاجات خاصه. احنا فاهمين الحاجات الخاصه. في حاجات خاصه، بس انا بقرا كله هي اللي هي بعتاه. في حاجات خاصه، بس انتوا فهموها. متغير معايا فيها خالص، حتى انا بقول ده هو ما كانش كده معايا اصلا. المهم انا دلوقتي اكتشفت ان هو مع علاقة في زميلته في الشغل، وان هو متجوزها عرفي. طيب انا جيت واجهته، كمان واجهتيه. ماشي يا ستي. انا جيت واجهته وقلت له، قال لي معلش، انا بحبها، بس انا غلطت، بس انا بحبك انتي. انا بموت فيكي انتي. والقوقوه اللي الراجل كل شويه يقولها للست. انا مش عارفه بصراحه، يعني انت بتحبها، طب تروح تتجوز عرفي تاني عليها ليه؟ مش فاهمه بصراحه يعني. ايه الحب اللي بيذل الانسان؟ ايه الحب اللي بيبهدل الانسانه قصادك؟ طب ما هي هتتذل وتتبهدل. آه دلوقتي انا اتخذته كصاحب، قلت له طيب تعالى، وقعدنا قعده كويسه مع بعض. طب فيك الخير والله ان انت عملتي كده. وقعدنا قعده كويسه مع بعض، وقلت له بقول لك ايه، تتخذني صاحبه ليك وتحكي لي على كل حاجه تحصل بينكم، وانا هقول لك تعمل ايه، وانا هصبر معاك لغايه ايه ما المحنه دي تعدي منك. المهم ان هو وافق. و... ودلوقتي وحتى لما بيروح الشغل كان وفي حاجه كمان انا نسيت اقولها لكم، ان هو كان بيتصل بيا على طول لما بيكون في الشغل. دلوقتي لقيته اتغير خالص في الاتصال. دلوقتي انا اللي بتصل، ولو ما اتصلتش كمان ما بيتصلش. بس بعد بقى ما قعدت معاه وكده، فهو دلوقتي بيتصل بيا، بس للاسف بيتصل بيا عشان ايه؟ بيتصل بيا عشان يقول لي انا مخنوق، انا مش قادر كده ما اشوفها ما اتكلمهاش، انا مش عارف اعمل ايه، انا قلبي بيرفرف عليه. قلبك بيرفرف عليها؟ قلبك ايه يا حبيبي اللي بيرفرف عليها؟ سلامة قلبك يا بابا. وبتقولي الكلام ده كمان لمراتك؟ انت مش حاسس ان الكلام ده اصلا بيقطع فيها، بيجرحها اساسا؟ هي قاعده، ده كويس قوي ان هي مستحمله اللي ده عندها طاقه ما شاء الله عليها. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. اللي انا بعمله ده غلط ولا صح؟ ان انا بعمل معاه كده وبسمعه. ارجوكم انا عاوزه ارائكم، انا كده صح ولا غلط؟ بصي يا حبيبتي، انت كده مش غلط، لا انت مش غلط، انت كده ست الكل. ست متربيه وعندك اصول، عاوزه تعيشي في بيتك، عاوزه بيتك يبقى كويس، عاوزه بيتك انت واولادك زي ما بنيتيه، عاوزه يمشي، مش عاوزاه تهديه.
وطالما انت بتحبي جوزك خلاص انت كده مش غلطانة، لا. بس اهم حاجة برضو ما تجيش على نفسك قوي قوي قوي، ما تدوسيش عليها قوي، لان برضو في الاخر خلي بالك مهما ما بتدوسي على نفسك وبحقك، في الاخر انت ما بتشافيش، وفي الاخر بيقولك انت عملتي عشان ايه، انت عملتي ايه. بس لو انت عندك الطاقة وعندك ان انت تقدري ان انت تستحملي وتدوسي في التجربة ديت، خلاص كملي كملي، انت مش غلطانة، بالعكس انت يعني ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي. و... وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لعل يحدث بعد ذلك امرا، ممكن برضو الامور دي تتغير في ثانية، ما تعرفيش، ربنا قادر على كل شيء. صلي وتلاجئي الى ربنا، وخلي عندك يقين وثقة بالله ان ربنا هيزول المحنة دي من عندك، طالما انت كويسة كده، وطالما انت عاوزة بيتك كده، فان شاء الله المحنة دي هتعدي عليكي بكل سلامة وكل خير. بس اهم حاجة خلي عندك ثقة في ربنا، ان هو ربنا هيشيل الهم ده من عندك ان شاء الله، لان ده هم. بصوا بقى يا حبايبي، النقطة التالتة، ان دلوقتي فعلا بقى يحصل ايه، الراجل في الشغل، زميلته في الشغل في العمل، الاتنين بيقعدوا يتكلموا مع بعض كأصدقاء. لا اصل احنا اصدقاء، لا اصل احنا اخوات. اصدقاء واخوات مين يا حبيبي انت وهي؟ مفيش الكلام ده اصلا، مفيش حاجة اسمها صداقة بين راجل وست، مفيش حاجة اسمها صداقة بين ولد وبنت، مفيش الكلام ده اصلا. دلوقتي انت بكلمة منها وكلمة منك، شوية شوية بتحكي لها عن بيتك، عن تفاصيل بيتك، هي نفس القصة بتحكي لك عن تفاصيل جوزها. هي بتلاقي مثلا انت بتقول لها كلمة حلوة، جوزها مثلا ما بيقولهاش، بتسمع منك، جوزها ما بيقولهاش الكلام دوت، فبتتلجئ ليك انت. نفس القصة، الكلام اللي انت بتقوله لها الحلو ده روح قوله لمراتك اللي هي ما بتسمعوش، اللي هي ما بتسمعش منك غير الوحش. تاني حاجة، التمادي في العلاقة غلط، ان انا اقعد اكلم زميلتي في الشغل وارجع تاني في البيت اكلم زميلتي في البيت، طب ما ده غلط، ما هو ده اللي بيؤدي الى اللي هم بيوصلوا له في الاخر. يعني انا مش عارفة والله، يعني دلوقتي الموضوع ده منتشر جدا جدا، يعني ليه بقى؟ لان الانسان دلوقتي يعني في ناس كتير، بعضهم الا ما رحم ربي طبعا، بعيد عن ربنا، هما ما بيخافوش من ربنا. اذا كنت انت ما بتخافش من ربنا وخنت ربنا في الاول وفي الاخر، مش هتخون زوجتك؟ الاساس ربنا سبحانه وتعالى، انت خنته خلاص، هتخاف من ايه تاني؟ مفيش خوف. فلازم الانسان يرجع تاني للايمان، ويرجع تاني لربنا، علشان يعني كده احنا في عصر لا يحتمل بصراحة ربنا. كل حاجة مباحة، كل حاجة مباحة عندهم، كل حاجة مباحة. لا عادي، لا احنا ما بنعملش حاجة غلط، ويا ريتهم كمان بيعترفوا بالغلط، لا بالعكس، ده بقول لك احنا ما بنعملش حاجة غلط. امال ايه الغلط بالنسبة لكم؟ ايه الغلط بالنسبة لكم؟ انا مش فاهمة بصراحة، ايه الغلط بالنسبة لكم؟ لازم يبقى في حدود بين الراجل والست، لازم يبقى في حدود بين الولد والبنت في الجامعة. الشغل شغل، في العمل خلاص، مجرد ان انت بتاخد منها تاخد منك خلاص، ده في الشغل. هي تعمل لك فطار ليه في الشغل؟ ليه تعمل لك فطار؟ ليه تجيب لك فطار؟ ليه تقول لك خد افطر؟ ليه؟ ما انت عندك مراتك، خليها تعمل لك حاجتك. ليه؟ ليه انتوا تبداوها بالطريقه دي؟ تبداوها ليه كده؟ ليه؟ وترجعوا تاني تقولوا مش عارفه ايه. مشكله تانية، نفس المشكله برضو، بس دي كانت متزوجه، هو متزوج وهي متزوجه، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. انا متزوجه وهو متزوج ويكلموا بعض كده؟ لا، ما ده برضو حرام، حرمانيه. ما انت جوزك ما يعرفش ان انت بتتكلمي الكلام ده، وهي لو عرفت مراتك برضو هي ما هتزعل. ليه بتبهدلوا نسائكم؟ ليه؟ ما انتوا كده بتذلوهم، كده بتبهدلوهم، كده بتجرحوهم. هي الست عاوزه ايه من الراجل يا جماعه غير الحب والامان والثقه والطمأنينه معاه؟ هي خرجت من بيت ابوها، سابت ابوها واخواتها وسابت كل حاجه وجت عندك، انت لازم تصون الامانه ديت، ولازم لو في حاجه ناقصه عندها انت تكملها لها، مش تيجي عليها، مش تبهدلها وتذلها. ابوها ولا امها كانوا مدللينها وكانوا بيراعوها وكانوا بيعملوا لها كل حاجه حلوه، المفروض انت تيجي تكمل، مش تيجي تلاقي حياه سوء عندك. يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله في حياتكم، اتقوا الله في اولادكم.
ارجعوا تاني لربنا. احنا في عصر لا يحتمل بصراحة. ربنا يهدي الجميع، ربنا يهدي الجميع ويهدينا كلنا يا رب، يعني ان شاء الله. وربنا يصلح حالك وان شاء الله، واصبري وصابري. اجرك كبير عند ربنا. بس برضو في الاخر هقولك، لو انت مش قادرة وما عندكيش طاقة وقفي، مش هقدر اقولك اكتر من كده. وبرضو اسمعي اقاويل التعليق برضو، شوفي الكومنتات هتقولك ايه، وقرري انت اللي عايشة، وانت اللي شايفة. انا نصيحتي استني، بس لو مش هتقدري وما عندكيش الطاقة وقفي. ما فيش حد يستاهل اصلا ان انت تضحي عشانه. اشوفكم برضو بفيديو جديد ومشكلة جديدة مع هدى سعد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي.